السلام عليكم. الفنانة ميرفت أمين بتبكي وتنهار وبتعمل مداخلة تليفونية وبتتكلم عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان حسين فهمي. بالدموع والبكاء والانهيار بتعلن وصيته اللي للأسف مش هينفع تتنفذ، وده اللي قاله أخوه. طبعا أخوه قال إن وصية أخويا مش هنقدر ننفذها، والسبب صادم للجميع. إيه اللي حصل للفنان حسين فهمي؟ أصدقائه بيقولوا له أنت كنت لسه زي الفل وصحتك حلوة، وكنت بتفكر بالجوازة اللي جاية هتبقى مين. إيه اللي حصل لك يا حسين؟ مصطفى فهمي شقيقه داخل المستشفى. يا ترى تم نقله فعلا لمستشفى الأمراض النفسية ولا إيه اللي حدث بالتحديد؟ هنعلن لحضراتكم كل التفاصيل وتفاصيل زيارة الفنانة ميرفت أمين وهي بتبكي ومنهارة. كل التفاصيل دي هنشوفها مع حضراتكم، بس بعد ما نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندعي لكل مرضانا بالشفاء العاجل. معروف ان الفنان حسين فهمي كان مزواج جدا، بيحب النساء، وده كان كلامه على الرغم ان ليه بعض الآراء اللي كلنا بنختلف معاه فيها، زي آراءه أمام الحجاب لما قال ده تخلف وجهل، وان الست اللي بتداري جمالها بتداري بحتة طرحة ملهاش لازمة. وكمان قال ان الست ده بتبقى شعرها تاج على راسها. لو اختلفنا معاه في ده، لكن في المرض مش هنختلف معاه. وبلاش حتة الشماتة وناس عمالة تقوله ان ده عقاب ربنا ليك بسبب اللي انت عملته. يا ترى بس ايه اللي عمله؟ هو بس مجرد التمثيل؟ لأ، في حاجات خارجة غير الافلام اللي كان بيعملها. لما قال وصيته الأخيرة واللي انتشرت كتير جدا الفترة اللي فاتت، وان هو للأسف لما كان متجوز واحدة من خارج الوسط الفني، كانت واحدة سعودية ولكن كانت كفيفة ما كانتش بتشوف، وهو استولى على كل أموالها للأسف. وده اللي قالته الخادمة إنه كان بيعذبها علشان تتخلص منه. قال لها تنزليلي عن كل أموالك، وبالفعل ده اللي حصل. حسين فهمي اتجوز كذا مرة، أولهم الفنانة ميرفت أمين اللي خلف منها بنته الوحيدة مني طلع حسين فهمي. بعدها اتجوز لقاء سويدان، وزي ما قلنا السيدة السعودية المليونيرة اللي هي كانت بتحبه جدا جدا، وكانت بتحظى بثروة كبيرة، كانت كفيفة وما كانتش بتشوف، وكانت مستغربة ان ازاي حسين فهمي يتجوز واحدة ما بتشوفش زيها. ايه اللي عجبه فيا؟ بس قالت يمكن ده اكيد يعني تعويض من ربنا. كانت سيدة محترمة وغنية وكانت رائعة الجمال، لكن قالت ده عوض ربنا، وفقدت الأمل في الحياة. غير إن حسين فهمي اتجوزها للأسف قالوا إنه كان طمعان في فلوسها، وناس كتير قالت إنه اتجوزها عشان ياخد فلوسها. زهقها فعلا في عيشتها، وضربها ومنعها عن الأكل وعن الشرب وعن كل حاجة. وده الكلام ده من الراوي اللي هو الخادمة الخاصة بيها. حسين فهمي في لحظاته الحالية قال لأ، أنا عايز أي حد يوصل لها ويطلب منها تسامحني، وإن أنا أرجع لها كل حاجة أخدتها منها. الفنانة ميرفت أمين جريت وراحت تزوره، بينهم عشرة كبيرة وبينهم بنت، وزعلت قوي لما شافته، وقالت له أنا هعمل أي حاجة علشان السيدة دي تسامحك وتغفر لك اللي انت عملته فيها، ورجع ليها كل حاجة اللي موجودة معاك واللي هقدر أسدده، بس أهم حاجة تسامحك. شقيق مصطفى فهمي قال الست رفضت تماما إنها تسامحه، وشايفة إن اللي اتعمل فيها لا يغتفر، وإنها استحملت كتير وتعذبت كتير، وإن ده جزاء وربنا بيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، وإنها مش مسامحاه مهما كان. وانتشرت أخبار كتيرة في الفترة الأخيرة إنه في حالة نفسية سيئة وبيتعالج عند طبيب نفسي بسبب اللي حصل له. ميرفت أمين بتطلب من الجميع إنهم يدعوا له إن ربنا يهون عليه الألم اللي هو حاسس بيه، وإن السيدة دي تسامحه، وإن وصيته تتنفذ. السلام